هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم صبايا؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بألف خير ان شاء الله يا رب. طمنوني عنكم، ان شاء الله اموركم تمام. الله يعطيكم العافية يا رب. ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد وان شاء الله ينال اعجابكم. اللهم صل على سيدنا محمد. وفيديو اليوم يتألف من المعروك. ان شاء الله على طلب كتير من الصبايا بعتولي انه بدهم طريقة المعروك. آه اليوم اللهم صل على سيدنا محمد رح نعمل معروك الحلزون ان شاء الله، ان شاء الله يعجبكم. طبعا رح نعمله هلا خطوة بخطوة. ونبلش يومنا بذكر رب العالمين وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. وهلا هون يا صبايا بنبلش. اول شغله اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت كاسة حليب طبعا سخنة، سخنتها اللهم صل على النبي، وحطيت هاي الخميرة اللي بستخدمها خميرة حية عن جد كتير 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 كويسة، ومقدار هاي الشقوفة اللي حطيتها، وكمان كاسة سكر. هلا بالعادة ما بحط كل هاد السكر، يعني بقلل شوي، بس قالوا لي انه يعني عم بيطلع انه دلع شوي، بدهم اياه يكون احلى، فكترت له شوي. طبعا السكر هو حسب الرغبة. هلا من بعد ما حطيتهم بدي احرك كتير لبين ما يدوب السكر عندي، ومن بعدها رح اغطيه بالستريتش مشان اختبر الخميرة شلون تفاعلها. عفتها هلا هون لمدة تقريبا 7 8 دقايق هيك شي مغطيتها. وحطيت كمان نص معلقة محلب. اللهم صل على سيدنا محمد. والبيض عدد 2، يعني 2. بحرك هلا لحتى يتجانس القوام منيح، احسه انه هيك يتجانس. من بعدها حطيت كمان ظرف كيم باودر وحركت كمان منيح. وهلا حطيت هذا الزيت مقدار تقريبا 80 ملي، يعني بيطلع له تقريبا نص كاسة. وهلا هون بحركهم كلياتهم مع بعضهم. هلا هون ظرف الكيم باودر ما حطيته كله، يعني حطيت معلقة منه. وهلا يا بنات رح نبلش بالطحين. هلا هون اللهم صل على سيدنا محمد، انا اخذ معي تقريبا 6 كاسات من هاي الكاسة. طبعا هاي كاسة مي مقدارها كبير، اللهم صل على النبي، هي متوسطة يعني. حطيت تقريبا 6 كاسات، بس هلا حطيت 3 وحركتهم مع المواد السائلة، حركتهم هيك منيح. ومن بعدها رجعت حطيت كمان 3 كاسات، يعني عم بحطهم شوي شوي وبحرك، شوي شوي وبحرك هيك لحتى اعرف شقد ياخد معي طحين. بس ما بننسى اللهم صل على سيدنا محمد، نغربل الطحين ضروري ضروري ضروري، يعني بيأثر مثل عادة على المعروك ونجاحه. غربلة الطحين، ومثل ما شايفين كمان بيطلع فيه هيك رواسب بالهي بالغربولة واضحة يعني، وهو كمان بياخد هوا، انه يعني بيأثر على نجاح المعروك يعني. وهلا هيك يا صبايا عم بحط هلا الكاسات 3 اللي بقيوا، اللهم صل على النبي، وحطيت كمان رشة ملح. وهلا بس احركها مع بعض وتصير عندي تتكون تقريبا عجينة، اللهم صل على النبي. رح احط كمان شقوفة زبدة، هيك شقوفة صغيرة مثل ما شايفين عندكم بالصورة. هلا هون يا بنات من بعد ما نعجن المعروك واللهم صل على النبي بتصير جاهزة العجينة. اذا فيكي تحطي فورا يعني الكاكاو، بما انه نحن رح نساوي هلا نصه كاكاو ونصه بدون كاكاو، اذا بدك تحطي الكاكاو هلا او بعدين ما بتفرق، بس على الاسهل انه تحطيها هلا اسهل من بعدين، لاني هلا اللهم صل على النبي بتكون اطرى. انه اللهم صل على سيدنا محمد، انه ليش اسهل؟ انه هلا بنحط المعلقة الكاكاو قبل ما انه نعيفها تختمر، اللهم صل على النبي بتصير اسهل يعني. وعلى كل حال ما بتفرق، على الطرفين بمشي حالها. وهلا هون يا صبايا رح ادهن الصحن اللهم صل على النبي نقوطة زيت، واحط العجينة، ومن بعدها رح اعيفها تتخمر. رح اغطيها هلا بالستريتش واعيفها تتخمر، اللهم صل على النبي. بغطيها بقماشة وبعيفها تقريبا مقدار نص ساعة 3/4 ساعة حسب درجة الحرارة عندك بالمطبخ. بتتخمر. هلا هون انا عندي نص ساعة كانت نفشت ومشي حالها وبلشت اشتغل فيها.
وهلا من بعد ما مضي عندي تقريبا نص ساعة، اللهم صل على النبي، كانت نفشت العجينة وصارت روعة، عن جد صارت رائعة. اللهم صل على سيدنا محمد. هلا رح اجيب صحن تاني وكمان ادهنه كمان بنقوطة زيت، مشان بدي اقسمه بالنص، نص للكاكاو ونص للي بلا كاكاو. وهلا ما تشوفيها انه مثلا هيك صارت تلزق بايدك، هي انه هلا هي كويسة، بس اذا لزقت كتير معك دهني ايدك هيك نقطة زيت بيمشي حالها، بس هي دليل انه هيك معناها ناجحة. وهون يا صبايا من بعد ما قسمتها بالنص قد بعضهم، هذا الصحن قد مقدار هذا الصحن، اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت لها هلا نص معلقة ينسون لهذا الصحن، ونص معلقة شمرة، هدول يلي بنحطهم على كعك العيد، اللهم صل على النبي، هدول بيطلعوا كتير طيبين معهم بالمعروك هذا. هلا النص التاني ما رح احط له الشمرة واليانسون، رح احط له بس معلقتين كاكاو، وحسب نوعية الكاكاو اللي عندك، وانتي حسب ما انتي بتحبيه، اذا كان بتحبيه غامق او كاشف، انه على اساسه بتكتري او بتقللي. هلا هون حطيت معلقتين اللهم صل على النبي كاكاو، ودرة صغيرة من الحليب. ليش؟ لانه مشان بتحتاجي نقطة حليب، لاني مو حاطين الكاكاو، هي يعتبر من مثل الطحين يعني. وكمان إضافة للنص معلقة الحليب، اللهم صل على النبي، كمان بنحط شوية زيت، شوي هيك صغيرة. وهلا يا صبايا بلشت أعجن الشمرة واليانسون مع بعضهم مع هاي العجينة المعروك مع بعض أول شي، ومن بعدها رح أدعك كمان هديك تبعت الكاكاو. وهلا هون يا صبايا من بعد ما دعكتن وجهزوا، حطيتن هيك شوي عالزيت، غطيتن شغلة دقيقتين بس مشان ابلش شغل فيهم. اللهم صل على النبي. اول شغلة بجيب هلا الصينية، اللهم صل على النبي، وبحط لها رشة طحين مشان بدي اكورن لكرات ويكونوا انه هيك نفس المقاس مثل بعض، واحطهم بقلب الصينية. وهيك هاي رشة الطحين حطيتها على الصينية مشان ما يلزقوا انه بالصينية. هلا هون يا صبايا مثل ما شايفين بلشت اكورن. اول اشي بلشت بالكاكاو، اللهم صل على النبي، بس بدي احاول انه يكون الكرات قد بعضهم مشان لما بدي اشكلهم اللهم صل على النبي بالصينية او بصحن البيركس اللي هو بدها تحطي فيه، يصيروا كلياتهم مقاس بعض قد بعض. وكمان هلا من بعد ما خلصت تكويرهم رح اغطيها بالقماشة واعيفها شغلة 5 دقايق لبين ما كنت دهنت صحن البيركس. هلا هون حطيت له زبدة، اللهم صل على النبي يا بنات، اذا بدكم تحطوا له زبدة او بدكم تحطوا له زيت مازولا، اللهم صل على النبي، على الطرفين، مجربتهم على الطرفين طيبين. بس هلا هون حطيت زبدة دهنته. وهلا رح نبلش بتشكيل المعروك، اللهم صل على سيدنا محمد. رح ناخد قطعة قطعة، اللهم صل على النبي، بنحط قطعة بالكاكاو، قطعة بلا كاكاو. وهلا هون يا صبايا مثل ما شايفين حطيت اول قطعة وصرت ارقها هلا هون بالشوبك، اللهم صل على النبي، صرت ارقها بالشوبك. من بعدها قلت لحالي انه يعني بطيء، صرت ارق بعدين بايدي. هو لازم انه في شوبك خاص يعني صغير هيك بيساعد، بس هذا الشوبك اللي عندي صاير كبير شوي وكذا ما بستحكم فيه، فلذلك كملت رقيتهم هيك بايدي. المهم انه تطلع معك القطعة يعني رقيقة، ما تطلع سميكة كتير لاني بعدين بتعجن. وهيك هلا يا صبايا مثل ما شايفين من بعد ما رقيتها، اللهم صل على النبي، بعدين بحط اللهم صل على النبي شوية جبنة وبسكرها. واهم شي تسكري على الجبنة منيح مشان ما تطلع من اطرافها تطلع لبرا. اللهم صل على النبي. ومن بعد بحززها هيك من هداك الطرف التاني او بلفها. هو شغلة كتير سهل يعني، سبحان الله الفيديو اطول من شغلة، يعني هي شغلتها سريعة ما انه كل هالصعوبة. هلا هون يا صبايا بالنسبة للحشوة هي بتحتاج جبنة وشوكولا حسب الرغبة يعني. هلا هون ما كان عندي انا شوكولا، فلذلك حطيت لتنتين جبنة. ونوعية الجبنة اللي عندي كانت جبنة مشلشلة، فرمتها هيك نعمتها، وطبعا غسلتها من الملح اللي بقلبها، اللهم صل على النبي، وحشيتها وطبعا اهم شي تنتبهي اذا بدك تستخدمي جبنة مشلشلة ومغسولة مثل هاي، لازم تكون يعني ما فيها مي، تكون مصفيتيها من المي نهائيا، ما فيها ولا نقطة مي مشان ما تنتزع يعني. هون هلا هون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، معروك الحلزون له شكلين. هلا هذا الشكل اللي عم نعمله هلا انه قطع صغار، اللهم صل على النبي، جنب بعضهم، وفي قطعة وحدة. هلا فيكي تعمليه كلياته بقطعة وحدة، اللهم صل على النبي، بس طبعا بترققيها هيك، بتحطيها بدك بصحن البيركس
أو بقالب الجاتو كمان بتطلع كمان كتير طيبة وشكلها كمان كتير حلو. وعلى فكرة أسهل بكتير من هيك إنه تعملي قطع صغار. هلا هون يا صبايا من بعد ما خلصنا الصحن كلياته اتعبى، ضل عنا بس من النص. هلا بنعمل الوحدة النص صينية، اللهم صل على النبي، رح نعملها طبقتين، طبقة بالشوكولا وطبقة بلا شوكولا. وهلا هون بهاي المعروكة النص صينية، اللهم صل على النبي، أهم شي إنك انتي ترققيها كتير، لأني مو رح تصير طبقتين، فلذلك لازم نرققها كتير مشان ما تطلع سميكة. من بعد ما رقيت اول طبقة، من بعدها كمان رقيت الطبقة التانية وحطيتهم فوق بعضهم، رقيتهم هيك مع بعضهم. من بعدها حطيت هيك شوية جبنة وكمان عملتها مثل هدوليك. هلا هون يا صبايا من بعد ما خلصت وتعبى صحن البيركس، زادت عندي وحدة، ايش بدي اعمل فيها؟ قعدت عملت وحدة تانية طبقتين مشان تروح معن. وهلا هون يا صبايا من بعد ما خلصت رح اريحها شغلة 10 دقايق. اهم شي انك تريحيها مشان تنجح. ريحتها 10 دقايق، غطيتها بالقماشة وعفتها، اللهم صل على النبي. ومن بعدها حطيت بصحن صغير بيضة وحدة، طبعا صفار بيضة، اللهم صل على النبي، وفيه كمان نقوطة حليب، دمجتهم هيك مع بعضهم. ومن بعد دهنت الوش كلياته. هلا اذا بدك ما تحطي مثلا تدهني وشه يعني مو ضروري، انا مجربته قبل يعني كمان ما حطيت له، كمان طلعان طيب والحمد لله كويس. هلا هون رشيت له كمان، اللهم صل على النبي، سمسم وشوية حبة البركة، هيك اثار يعني مو كتير. وهلا خلينا نحطه بالفرن ونبلش بقى بالفتوش. وهلا قطعوا معي يا صبايا لحتى نعمل الفتوش مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد. رح نبلش اول اشي بالخبزات، بنقطع الخبز. اللهم صل على النبي، مثل ما شايفين هيك عم بقطعهم. بعدين اللهم صل على النبي رح اسويهم هيك مربعات قطع. طبعا هذا الخبزة طاق واحد. من بعد عملت مربعات، وكل مربع رح اساويه هيك مثل الكشاشة. مين بتعرف تساوي هيك الكشاشة؟ مثل لما كنا صغار هيك نعملن. ايه سبحان الله. وبنحط له خيط هيك حواليها انه مشان تاخد شكل يعني. ايه وهيك صارت عنا مثل موديل البكلة. هلا اذا حبيتي بتحسني تحطي لها كمان خبزة شقوفة هيك من النص، بتعطيكي موديل الريبانة يعني. بس هيك قلت لحالي اسرع يعني شغل سريع. هلا طبعا يا صبايا هدول اللي قصيتهم ما رح اكبهم طبعا، كمان رح اعملهم نفس الشي واقليهم، وهلا بتشوفون بالطبق النهائي ان شاء الله. وهلأ هيك قليتن للخبزات، اللهم صل على النبي. ومن بعدها تعالوا نعمل التبلة تبعية الفتوش. اللهم صل على النبي. أول شي حطيت زيت الزيتون، ومن بعدها حطيت معه دبس رمان، طبعا هي دبس رمان حسب الرغبة، وحطيت معلقة توم مدقوق. ومن قبل يا صبايا كنت فارمة خس وخيار وبندورة وبصلة. وهلأ هيك يا بنات بحطها فوقها وبحركها منيح، وبتطلع كتير كتير طيبة، وعن جد هي طلعت كتير طيبة. فيديو اليوم سبحان الله قضيناه على المعروك، اليوم فيديو المعروك. وهلأ هيك بكون خلص عنا طبق الفتوش وطلع ولا أطيب من هيك. وهي أشكال الخبز اللي عملتهم، طبعا في أشكال كتير كتير، بس عملت يعني شوي بس. ايه والله يا بنات، والحمد لله رب العالمين على كل الأحوال. وتعوا معي هلأ نشوف المعروكات ايش صار فيهم. وهي استوى عنا المعروك يا بنات. وهلأ رح نحط على وجهه القطر. اللهم صل على سيدنا محمد. هون بالصدفة سبحان الله يا بنات، اللهم صل على النبي، قلت لحالي ما بدي احط له يعني قطر، ما عملت قطر. اللهم صل على النبي. في عندي الشيرة تبعيت المربى، بتعرفوا هذا المربى يعني انه بياكلوا القطع هيك والشيرة بتبقى يعني. سبحان الله. فدهنت انا وشه هيك هذا تبع مربى التفاح، وطلع كتير كتير طيب عن جد. هو ما بتفرق اذا كان موجود عندك قطر كمان بيطلع طيب، واذا عندك من هذا المربى كمان بيطلع كتير طيب. وهيك يا صبايا صار الفطور جاهز مثل ما شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. كنت عاملة شوي صغيرة ما مكترة، فاصوليا ورز، وعملت لهم شوية مقالي جنب الفتوش هيك شي بسيط. وهاي المعروكات وتفضلوا. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، السوس والتمر الهندي كمان بتعرفوا ما بصير بلاهن كمان. الحمد لله رب العالمين على كل الأحوال. وتعالوا لنشوف القلب المعروك شلون طلع. اللهم صل على سيدنا محمد. طلعوا يا صبايا طلع كتير طيب وهش، واللهم صل على النبي، بتحسيه هيك مثل القطن ما شاء الله.
وحتى هاي المعروكة اللي زادت قلتلكن زادت وعملتها طبقتين، ما شاء الله كمان طلعت كتير كويسة، وهيك بتحسيها هيك هشة. هلأ هو هذا المعروك بما انه داخله الكاكاو بتحسيه طعمة معروك على جاتو، ما بعرف هيك، بس طيب الحمد لله. يعني انه بمعنى اخر، اللهم صل على سيدنا محمد، معروك بنكهة الجاتو. وهلأ هون يا صبايا تعالوا لأحكي لكم تاني يوم سويت هون الفطور. اللهم صل على النبي، كنت عاملة معكرونة وعدس بحامض، فما صورت لكم غير الطبق النهائي. الحمد لله وطلع كتير طيب. زيت لهم معكرونة بالخضار، اللهم صل على النبي، وعدس بحامض مع هذا الخبز المقلي وشوية سلطة جنبهم والتمرات. والحمد لله رب العالمين على كل الأحوال. ولهون بكون خلص فيديو اليوم، وبتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم. واذا عجبكم الفيديو بتمنى منكم ما تنسوني من دعائكم، وما تنسوا تحطوا لي لايك. واذا كنتوا اول مرة عم بتشوفوا الفيديو بتمنى منكم انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك.